صباح الخير والسعادة لكل الناس اللي بدأت تحضرنا. ملفنا الثاني في صباحاتنا السودانية ليوم السبت عن الثوب السوداني، وكلنا بنعرف تماما إنه الأزياء هي ثقافة بتعبر عنك، بتعبر عن بلدك، عن بيئتك، عن عاداتك وتقاليدك إلى آخره. الثوب السوداني رغم الهجمة الكبيرة اللي كانت في فترة من الفترات على ما يسمى بالعباية وظهوره في الأسواق السودانية بشكل مخيف، إلا أنه صمد أمام الغلاء، صمد أمام حاجات كثيرة جدا جدا. وهنا اسمحوا لي أقدم تحية احترام وتقدير كبير جدا لأماتنا، وأماتنا ده بمطلقها الخالات والعمات والحبوبات اللي مهما حصلت من ظروف حافظا على توبين وحافظا على قدلته في برا وجوا السودان. مؤخرا ظهرت مصممات الثوب السوداني بتغيير لشكل الثوب بالتأكيد. خلونا هنا نتعرف على التفاصيل دي مع مصممة الثياب الأستاذة شهد أمبابي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ تمام الحمد لله. أنا في سؤال دايما قاعد يكون محيرني، ليه تصميم؟ يعني لما أجي أقول تصميم الثوب السوداني أو مصمم الثوب سوداني، هو ما بيكون تصميم الثوب، هو بيكون تصميم داخل الثوب. الثوب يا هو ذاته اللي عرفناه ده 4 متر، 4 أمتار ونص أو 4 أمتار وربع، حسب طبعا حجم الزول. هو نفس الثوب، نفس الأشكال، نفس الخامات إلى حد ما، لكن التصميم بيكون داخل الثوب. ليه قاعدين تقولوا مصممات الثوب السوداني؟ طيب هنا كسودانيين يعني في ناس يا إما بيصمموا الثوب ذات نفسه بيخطوا الفكرة حقته، يا إما في ناس بتشتغل على أساس إنه تجيب ناس من برا تخط فكرة وهي تكون هي شغالة، تكون المديرة وتحت الناس بيشتغلوا تحتها. طيب أنا كمصممة بكون عندي ملكية حقتي بتاعت فكرة حقت الثوب حقتي، اللي هون باخد فكرته ليه الجدعة حتى بصممها، باخد فيها فكرة، بتناسق الألوان مع بعض، بوزع الماتيريال على القماشة حقتي دي كلها بتترتب تحت التصميم الديزاين حق الثوب. في الأخير بيرجع لي أنا كمالكة للفكرة حقتي. بتكون في ملكية طبعا يعني انت بعد ما تصممي الثوب وتشهري على انك انت صممتي الثوب ونزلتي موديل جديد وشغل جديد، بعد ده يلا الناس في ناس بتقلدك، في ناس بتحاول تسرق افكارك. فاذا حاولت بقدر الامكان انك تشهري شغلك عشان تحافظي على ملكتك، او كمان يعني اذا عملتي بزنس نيم وحفظتي حقوق الملكيه حقتك يكون افضل يعني. طيب اذا في واحده عملت نفس التصميم يعني كثير موجود، طيب كيف حتقدر تقاضيها؟ يعني حفاظ على الملكيه دي شنو؟ هنا في السودان اذا انا مثلا كشهد شفت لي وحده ثانيه قلدتني حاضحك، بس حقول يعني ده نوع من النجاح بالنسبه لي، انه انا والله في وحده ثانيه حاولت تقلدني بقول يلا خليها تاكل عيش. بالنسبه لي انا ده نجاح، انه فكرتي بقت تعجب الناس وبقت تتقلد. لكن الحقيقه دي في نفس الوقت مزعجه، انه في ناس بتشيل توبك وتعبك وجهدك تشتغلها بماتيريال ثانيه ما فيها جوده او يعني ما كل التفاصيل فيها جيده، وبتبيعها بسعر ابخس، بتخلي سوقك انت ينزل وهي سوقها يطلع، عشان هي بتبيعه بسعر بيكون تجاري خالص يعني. علاقة تصميم الثوب بمجال دراستك شنو؟ ما في علاقة. أنا مهندسة معمارية وبحب الفن التشكيلي، بعمل لوحات، ومؤخرا اتجهت لعالم الثياب. ما في أي علاقة. لكن ما دي برضو هندسة، مش هندسة الأشكال دي زي التصميم الأزياء، قريبة للفن يعني الفنون أكتر من كونها إنها هي داخلة في الهندسة دي برايا يعني. طيب مراحل تصميم الثوب؟ والله بتتمرحل من انت تشتري الماتيريال حقت الثوب اللي انت عايزاه، وانت ذات نفسه عايزه تشتغل على انه ماتيريال، يا اما بودره يا اما حريري يا اي حاجه ثانيه. يلا شنو اجود الانواع والمواد اللي انت ممكن تشتغلي فيها؟ الخامات الاحلى نوع، احلى قماشه انا ممكن اشتغل فيها توب تجي حلو مع الماتيريال اللي هي البودره زي ده.
البودرة بتكون باردة وفي نفس الوقت بتمسك، يعني ما الزلاقة الناعمة ديك، لا انت كان بس دبستيها بجاه بتثبت، بتقعد وبتمسك الحاجات حقتك كلها، يعني تمسك الكريستال وكده، بيكون حلو يعني راقي شغل. بقى في سوق قبل احنا ما نخش الحلقه الشباب سالوها من اسعار الثياب. الاسعار غاليه رغم انه في كميه كبيره جدا من المصممات وكميه، وبقت في وفره حتى بتاعت مواد. يعني زمان في اسواق محدده بتلقي فيها اللي هي اسواق الكلف، بتلقي فيها المواد يعني فيها ندره لانه ما كان في استخدام لها عالي، لانه التوب اصلا كان بيجي احنا بنشتري الثياب اصلا هي جايه مصممه. يعني اذا كان هو توب سهره فجاي مصمم من مصنع، اذا كان مثلا توب عادي كده يعني جايات مصممات انت بتشتريه فقط. حسي بقت في وفره بتاعت مواد، وفره بتاعت الكريستال الى اخره، مواد الكلف. يعني ليه الثياب غاليه وليه الثياب اسعارها خرافيه؟ صحيح في جهد وفي في زمن الزول بينفقوا، لكن ما بتوافق مع الوضع الاقتصادي السوداني. طيب أول حاجة بالنسبة لانتشار التجارة في الكولاف والشغل بتاع الكريستال وكده، زمان كانت الحياة دي عند ناس معينة، ثم بعد ذاك حصل في وعي، وكل النساء في المنزل بقوا في حوجة إنهم يشتغلوا عشان يساعدوا الرجال، عشان يعلموا أولادهم، فبقت المرأة دايرة تشتغل. فلما النساوين ديل كلهم لقوا انه حوجتهم لانه الاقتصاد تعبان انهم لازم يساعدوا في البيت، الناس دي بقت كلها تفتش انها دايره تتعلم حاجه تشبهها. فاقرب حاجه انه يا هو تخش الحاجات تحت الكرافت حقت النساء واللوحات والالوان والشغل بتاع الثياب وكده. طبعا ما هي مصممة، هي مصممة، المصمم هو اللي بيكون دارس وبيكون عارف هو بالضبط التناسق ما بين الألوان وكيف أنا أشغل الماتيريال مع بعض. بالنسبة للغلاء اللي بيحصل ده اللي هو بسبب إنه حتى المواد اللي إحنا بنشتريها دي بتكون غالية. يعني مثلا الكيس بتاع الكريستال القدر ده بيكون بمليون، مليون ومئتين. إذا توب مثلا شغله كتير فبيحتاج ممكن عادي كيسين 3 أكياس، الشغل كتير كريستال كتير. يلا بعد ذاك شوفي المجهود اللي انت بتضمنيه في الفكرة حقتك. الفكرة مرات بتكون بسيطة، بيكون شغلها سهل بيخلص في أيام، وبتحط لها سعر مناسب. في فكرة بتاخد معاكي وقت، وبالذات لو انت براكي ما معاكي زول شغاله كاسره ظهرك فوقه يعني، وخدت فيهم مواد والشغل بيكون كتير، التوب بيكون ملان، ما شغل بسيط يعني، وشغل مجال. انت بتخطي لتعب يدك سعر، للفكره سعر، وللناس الشغالين معاكي سعر، وللمواد سعر عشان انت تربحي. فانا اذا مثلا عايزه اجاري الناس عشان انا ارفع من ربحي، وفي نفس الوقت ما الناس تجي تشتري مني، فيا اما انا اقول للزبون انت ميزانيتك كم، انا بميزانيتك دي بعمل لك اجمل توب. لكن النساوين هنا بيجي بيقول لك انا عايزه التوب فخم وراقي وعايزه يكون شنو ما عارفه يكون مليان. ولا حبيبتي مليان ده سعره كده، الغالي بغلاته، ما ده فيه جهد وفيه تعب. انت عايزه بميزانيتك دي نعمل لك توب يكون متناسب وراقي، ما حيكون قليل من ذاك، انما بس الماتيريال حتكون قليله. شوفي انا واحده من الناس، وده ما كلام احترافي على الاطلاق، بفتكر انه التصميم اللي قاعد يحصل ده للثياب خرب كثير جدا من ذوقنا بتاع الازياء. بقت الوحده دايره تلبس زي فلانه، بتجيب لك توب مغنيه او مذيعه او اي وحده معروفه، انا عايزه البس زي ده. الغيره غير انه الغيره، احنا عندنا يعني بنحب نقلد يعني. فليه انتم ما بتساهموا في انه يا اخي لونك ما بينفع معاه كده، جسمك ما بينفع معاه كده، ما اي تصميم بينفع مع اي سيده. يعني السيده مثلا صحتها كويسه، وزنها مناسب او ازيد، ما بينفع معاه اي تصميم. فجزء من الاسهام في قصه انه التوب ذاته يبقى ما فيه ذوق وما فيه تناسق مع الشخصيه اللي لابساه، اسهمتوا فيها انتم. طيب الكلام اللي انت قلتيه دي اسس، لابد انه اي مصممه فاهمه كيف تصمم تمشي على هذه الاسس. ما كل المصممات قلت لك بيعرفوا يصمموا، في مصممات بيختاروا الوان بمبي واخضر،
شذوذ ويقول لك الله واو، وتجي واحده تشوف لك فنانه لابسه توب تغير يقول لك انا بس عايزه زي نضال القلعه، انا عايزه زي ما عارفه مين صف مدني، انا شفت فلانه لابسه توب عجيب، بيجوا بحاجه تخلعوا بها بس. يعني الموضوع ده ماشي بموضوع غيره، ما موضوع فهم. انا كشهد اذا وحده جاتني بقول لها انا شغل مصممه ما بشتغلوا لك، جبت النسوان كلهم بقول لك انا عايزه زي ده. اول ما واحده تيجي تقول لي انا عايزه شغل زي ده بقول لها ما بشتغلوا لك، انا ما بسرق فكره بتاعت زول، انا ممكن اعرض عليك كتالوجات، ممكن اتناقش معك، اقعد معاك، اشتغل معاك فكرتك عشان تكون متناسبه مع رؤيتك للشيء اللي انت دايره تلبسيه وللمناسبه اللي انت ماشيه لها، ما اي حاجه بيلبسوها لاي شيء. صحيح. واشوف انت ذاته جسمك كيف. لكن هنا في عدم وعي، يعني حتى الزبونات فيهم عدم وعي. انا غايته كشهد البيجيني لازم اقعد معاه. طيب احنا عايزين نشوف او توري الناس فكره عن طريقه التصميم. طيب دي طاره طبعا، ودي اي طرحه من البيت عشان بس الناس تعرف الحاصل شنو. طيب دي الوان بتاع التشريب، دي الالوان الخفيفه دي الوان حرير سيلك كولر. يعني في واحده اسهمت يعني اسهام جميل جدا جدا اسمها ايناس، كانت بتمشي بتسافر مصر وبتجيب الالوان دي وبتعبيها لنا في عبوات زي دي وبتبيعها بسعر مناسب، يعني عشان الناس تتداول بسعر افضل من يعني السعر الغالي بتاع جايبينها من فرنسا وكذا. أيوه. ده محدد، انا بحدد به دائما الشغل بتاعي، وبجي بالوان الحرير عشان الوان الحرير بتتشرب في القماش. ديل الوان بتاعت بودرة زيرو. بودرة زيرو دي هي زيرو كده، يعني بودرة ناعمة جدا جدا، الا انت تخلطها بطريقه معينه حتى تبقى معاكي لون. ايوه. طيب وده جليتر، يعني مثلا بعد ما عملت الرسم حقتي ده اضيف لها لمعه بضيف لها جليتر. طيب نبدا. طيب مثلا انا عايزه احدد حاجه زي كده. اوكي تمام. قولي على اساس انها دي صفقات يعني. المحدد ده يا اما بخليه ينشف شويه، يا اما بخليه ينشف للنهايه، وبعد ذاك هو بيعمل لي عازل ما بين اللون المساحه دي والمساحه دي. طيب الفرشه حقتي دائما بتكون في مويه، وباخد حبه مويه عشان اخفف بها مثلا الالوان بتاعت الحرير. اختار مثلا بنفسجي اللون بحبه انا. كثير برضو بتكونوا ملاحظين انه في اطار زي ما قالت استاذه شهد، في اطار انه السيدات يساعدوا في المعيشه او يساعدوا في دخل اضافي للبيوت. كثير من السيدات دخلوا دورات بتاعه تدريب. ايوه. كان إذا كان للثياب خبايز إلى آخره. أيوة. لكن لأنه زي ما قلنا الثياب الرواج بتاعها بيكون عالي شديد والطلب عليها عالي في ظل المناسبات، وفي ظل برضو إنه في موضة كده يا بتاعت التقليد دي، إنه فلانة عملت كده في عرس بنتها ولا عرس ولدها، أنا هعمل زيها بأي يعني من غير حتى الوحدة ممكن تشوف هل وضعها الاقتصادي بيتناسب ذاته ولا ما بيتناسب. فأنا بفتكر إنه ده تدريب على الهواء. ممكن أستاذة شهد توري الناس إنه الحاجات دي ممكن ما تكون صعبة شديد، بالذات الناس اللي عندها موهبة في مسألة إنها بتعرف ترسم، بتعرف تلون. صحيح؟ صح. هو الموضوع ده عبارة عن ممارسة، يعني
انت اذا قدرتي تعملي الهيدلاينز دي بشكل يعني بروفيشنال، وصلت لمستوى كويس انك ما ترجفي مثلا في الخط بتاعك، خلاص الموضوع الباقي الثاني ده هين يعني. حكايه بتاعت دمج بتاع الوان بس ثاني، الموضوع ما صعب. الموضوع بس عباره عن انت تدربي نفسك كثير تصلي لمستوى انك تمسكي فرشه وما تكوني خايفه يعني. دايما هو ده نموذج بس يعني عشان استاذ شهد توري للناس طريقه العمل. دي الوان الحرير. ايوه دايما بكون يعني بعد شويه من الحدود عشان ما يتشرب ما يقوم يطلع، ما يطلع برا. ادي مساحه عشان هو ذاته يمشي اذا كده يعني عايز يتشرب ولا حاجه. اغلب التصاميم بتاعتك تعتمد على الالوان ولا لا ممكن يكون في تصاميم ما عندها علاقه بالالوان؟ والله انا اغلب تصاميمي دايما بحب يعني اخلي الشغل يكون شويه فيه ابداع. بدخل الكريستال وبشتغل بالوان التشريب يعني بالاكثر. وهو دي الموضه الاساسيه يعني. دي الموضه الاساسيه حاليا منتشره في السوق، انه الزولة يعني بتجي دايره الوان معينه في الثوب وفي شغل فيه كريستال بالماء. ما عايزه زي اللي شايفينه ده فيه طباعه، ده فيه بالوان زيرو. شايفها بدخل كده، بحاول ادخل بيندمج عمليا بتلقاه يندمج. ايوه مع بعض. وهكذا. شنو نصيحتك للسيدات او حسي احنا شايفين كثير برضو من البنات العروسات الجداد او المقبلات على الزواج في اطار انه برضو الوعي التم انه الواحده ما ممكن تشتري لابتوب ب 25 او ب 30 مليون وهي عندها احتياجات ثانيه. فشنو نصيحتك اللي ممكن انت تقدميها للبنات في المحافظه على التقليد السوداني الجميل ده؟ ايوه. وفي نفس الوقت هي ما بتكون مثلا صرفت قروش كثير عليه. تحاول يعني تختار الشيء البسيط اول حاجه. يعني دائما اغلب الزبونات دارين حاجه واو ودارين سعر رخيص، دي ما بتجي. هي دايره حاجه واو تكون راقيه، تكون بسيطه بسعر بيناسبها. او عندها الخيار الثاني اللي هي الثياب تحت التوتال اصلا بتجي مطبوعه من برا جاهزه، دي بتكون رخيص يعني ما غالي، بتكون 3 مليون في الحدود دي يعني. يا اما تتعلم هي برا تعمل حاجه. طيب اذا تعلمت سوقكم انتم ما بتضيع يعني؟ خلاص هي ما دايره الرخصه طبعا يعني، دايره حاجه تكون رخيص. دي كلها خيارات، يا اما تتعلم يا اما تشتري كده. أنا بغيت بشجع الصناعات السودانية. بشجع إنه نحن الحاجات المحلية دي لو شجعناها، صناعاتنا المحلية دي بنقدر نطلع نحن من الحفرة اللي واقعين فيها لسنوات طويلة. وللأسف الشديد حتى الناس الجو قالوا هم كفاءات عالية في إنهم حيقدموا حلول للسودان، لحد هسه ما تقدمت حلول، ولحد هسه إحنا شايفين العنف مستمر. ودونكم أحداث الخميس اللي حصلت، ودونكم ما حدث. ما زلنا نحن لسه في مربع ما تحركنا منه. فخلونا نقعد في الصناعات المحلية وخلونا نرفع بلدنا بحقنا. الأستاذ الراحل طيب صالح قال إنه المحلية هي اللي قادته للعالمية. فإذا كان في ملف الرعي إحنا بلد غني، إذا كان في ملف الزراعة إحنا بلد غني، إذا كان في مجال الإنتاج إحنا بلد غني. ما ممكن بلد كان بتقدم القطن لأكبر المصانع في بريطانيا حس التوب فيها يكون ب 25 مليون. شكرا لك كثير أستاذة شهد أمبابي على الجمال ده، على الألوان دي. وأتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. تسلمي إن شاء الله. إن شاء الله تسلمي. انتهت حلقتنا صفحاتنا السودانية ليوم السبت. لحد السبت الجاي إن شاء الله ألقاكم طيبين وسالمين وتامين ما ناقصين. ودعناكم الله.